العاصمة وصراع الأجوار هو عنوان كرة القدم التونسية. الأنظار نهار الأحد 10 ماي تتجه إلى ملعب حمادي العقربي برادس مع قلب دربي العاصمة. الترجي الرياضي التونسي يستضيف النادي الافريقي في الجولة 29 من البطولة. الدربي رقم 144 باش يجمع الطرفين واللي نجموا نراو فيه الهدف رقم 300 في تاريخ الدربيات. أسبقية ترجية في تاريخ نتائج الدربيات ب 58 انتصار، وسجل أبناء باب سويقة 172 هدف. النادي الافريقي فاز في 32 دربي وسجل الفريق 127 هدف. 53 مباراة وفات على نتيجة التعادل، آخرها دربي ذهاب الموسم الحالي من البطولة. المقابلة ورغم أهميتها إلا أنه من سنين ما عشناش دربي حاسم في تاريخ الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. 18 سنة تعدوا على آخر انتصار للنادي الافريقي كضيف على الترجي الرياضي التونسي اللي يرجع لتاريخ ماي 2008. نرجع بكم للتاريخ. 4 دربيات كانوا حاسمين تلعبوا قبل بجولة أو جولتين من نهاية سباق البطولة وفي وضعية مشابهة لترتيب الموسم الحالي. موسم 78-79 هو الأول اللي كان فيه الدربي حاسم في سباق اللقب. الترجي والنادي الافريقي تقابلوا قبل 2 جولات من النهاية. دربي حسموا النادي الافريقي لصالحه وتوج بلقب البطولة. بعد 3 مواسم من جديد وفي نفس الوضعية، دربي حاسم قبل 2 جولات، مواجهة وفات بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف، نتيجة خدمة نادي صفاقسي اللي كمل بطل للموسم. الموسم اللي بعده 84-85 الدربي تلعب في الجولة قبل الأخيرة، النادي الافريقي يحسم المقابلة لصالحه، ورغم الهزيمة الترجي كان متصدر الترتيب ب60 نقطة، يليه النادي الافريقي بمجموع 57 نقطة. الترجي كمل في الصدارة ويتوج بلقب البطولة. بعد 29 عام بالتمام والكمال، تحديدا موسم 2014-2015، الدربي يتصدر الجولة 29 من البطولة. النادي الافريقي يحسم المقابلة، فوز يعزز به ترتيبه في الصدارة ويساوي لقب البطولة. 11 سنة على آخر موسم كان فيه الدربي حاسم في سباق اللقب، ومن جديد الموسم الحالي قبل جولة من النهاية الافريقي في ضيافة الترجي. صراع لقب البطولة مازال والتشويق يتواصل إلى الجولات الأخيرة، ففي أي سماء سيحلق نسر بطولة الموسم الحالي. في اي سماء قالت اميمه باش يحلق نصر البطوله، هو باش يحلق في سماء تونس، واللي باش يربح صح عليه، لكن اكيد كله يقعد بعد كله كلام ويقعد للتاريخ وللذكرى. يا سيدي نبدا معكم كابتن. عندنا سنوات ما شفناش هالتنافس هذا للجولات الاخيره، واليوم ديربي قد يحسم امر البطوله، لانه نجم يكون مش حاسم، نجم يتواصل التنافس للجوله الاخيره، لكن يقعد هو الديربي ديما ديربي، لكن السنه ديربي مربوط ايضا برهان كبير هو البطوله. بالنسبه لي انا عمري ما تكهنت هذا الديربي. لا ماناش باش نتكهنوا، لا ما نداش باش نتكهنوا، باش نحكيوا على المباراه. بالنسبه لي أنا اول مره نقول هذا الديربي سيحسم البطل. من البطل؟ ودي لا فيريتي هكا ولا حتى ولو 90%. اسمع، حتى ولو زيد نمشي او جو في موي انكور، حتى لو ينتهي بالتعادل هكا ولا. قل لي يا سي خالد راه فما ما عادش فما ماتش. بالنسبه لي انا هكا هو، بالرغم اللي نعرف هذه تسجل للتاريخ الكابتن يتكهن. يحتمل انا غلط، ولكن هذا هو معناه قناعتي مي كونفيكسيون اللي هذه المباراه سيحسمها. هذه مباراة ستحسم البطل، وسيؤثر عليها الفار كي ابري لو بوفوار. لو فار كي ابري لو بوفوار انه التحكيم الموازي. انا ناخذ بعين الاعتبار التحكيم الموازي. كنا في قرار واحد، حكم واحد اللوطة، اصبحنا في 3 و4 و5 قرارات، ولهذا السبب لان القوانين ساعات زاد يصلح الخطا يا كابتن الفار، ساعات وفي عديد من المرات انا نتكلم عامه يصلح القرارات. يصلح نكمل مشيت التصليح لان القوانين اصبحت معقده، وفي هذا التعقيد تكثر التاويلات. صحيح هكا كما اللي مست في ساقه قبل له صاحبه. هذا ما تخليش هذا فانجير شكون جابها او سلم عليه ودخلت هنا هذا ربع هنا نص هنا كذا. يا ولدي ما تعلمنا ما في البطح، ضربت في يده
دزوا الى ديزيكيليبري اقراو الى ديزيكيليبري ماشي اتاكون في 18 متر اتاكون ان ادفيرسير دزوا طاح ماشي والنص دزه 4 دزه هذا كل التعقيد اللي عملته الفيفا واللي عملته الريغلامون مش لي اف بي جو كرو على حاجه كيما كي فهمتي تتعقد اللعبه ولكن انا باقي في مخي الكلام تاع اونترونور المون هذا وقت بدا الفار بلاتيني وطرح الكل قال لك الفار ديزومانيزي الفوتبول وعنده الحق صحيح. وعنده الحق معناها انت تفرح بعد ما عادش تفرح وقف اللعب هنا في تونس باش يمشي واحد ياخذ 5 دقائق معناها يزون دي فيكري نحاو اللعبه بكل فما الماني وقت عملوا الفار قال اون بو كورومبر لا تكنولوجي سي فري بربي كابتن خلينا حكينا عليها كابتن حكينا على الفار هاي خلينا نرجعوا شويه للديربي هاي اللقطه كابتن اورجو واضح الحكم يخلي اللقطه تتعدى اذا كان صارت اصابه بالغه على حارس مرمى ولا حاجه وهي اورجو هو تسلل واضح مش مستير خليه والجول عمل بلون لا يظهر لي في حاله هكا اعتداءات يرجع للاعتداء سيدي ساقط تكسر يرجع للاعتداء اما هو واضح الفار الأورجو هو اورجو يلغي بعض الكل هو اورجو واضح وانت بروتوكول فار لازم تكمل اللقطه للاخير فك التكميله نتاع اللقطه صارت لقطه بالغه اصابه بالغه شو الذنب؟ تبيا بيروني في الاخر يعني بالقوانين هذه بالقوانين فما اخلالات كبيره ياسر واكثر الاخلالات هي في تونس. ارجع لنا للديربي سمير انا راني تكلمت على الديربي بنافذه اخرى اللي هي مؤثره على النتيجه. خويا انا اكتشفت فيك حاجه جديده اليوم ماخذ باك فلسفه عادي تلقى النوافذ وتلقى منين تدخل وتخرج اليوم فهمت يا كابتن. عملت شويه راهو حقوق سيس علينا شويه عملت حقوق وخدمت في اسيورونس معناتها الامور الكل هذيا من كل حويجه شويه وعملت الجيش وعملت الكشافه وتلو في انا على الودي انا عندي كنت الودي لا عاد شو عندك كنت الودي بوخو خليني ساكت حتى انا زيد 7 شهري انت يا اخوي 7 شهري خليني ساكت يا وليد يبدا ويبدا هكا يديه مش يعبط عليك الفيسكي اي جبتها لروحك انا كنت في بالكم اللي راهو هما منين 7 شهري ناس منين 7 شهري خلينا اخويا خلينا ساكتين اسمعني فما حاجه ما تعرفوهاش فما حاجه ما تعرفوهاش اللي نادر ما يعملش الدعماش راهو كيف نعمل ما يرقدش يلا سمير في 7 ماتشات فرق شكون يعمل حكينا سمير الدربي تقرير انه الدربي سنة حاسم سيحدد مسار البطوله شكون باش يتوج وهذا يجرني الى ملاحظه انه اللي خلى الدربي حاسم السنة هو تحسن النادي الافريقي وتطور النادي الافريقي بين مجموعه النقاط نتاع عمناول في الجوله هذه 28 وبين السنة فما تطور تقريبا نتاع 10 ولا 11 نقطه اذا كان مانيش غلط. عمناول معناتها موسم عمناول 24 25 الجوله 28 النادي الافريقي عنده تقريبا 11 نقطه زياده وبالتالي النادي الافريقي في الجوله 28 عمناول النادي الافريقي في المركز الرابع عنده 53 نقطه 53 وتوا 62 9 نقاط فرق 9 نقاط وبالتالي تطور ممتاز. هذه نقطه مهمه برشا. الاشكال انه لابد من انه يكون عندنا 4 5 6 فرق ممتازه. نادي الرياضي الصفاقسي بدايته كانت متعثره نوعا ما ولكن تطور بشكل كبير ونتمنى انه يواصل في النهج هذايا وقبيله نتكلموا عن نجم وغيره من الفرق. لابد انه يكون عندنا 4 5 6 فرق اكثر ما يمكن فرق التنافسيه وتعلي في المستوى يكون فما تشويق. هكا كابتن ولا ايه ما تنساش المتلوي ما تنساش مؤكد لا مما لا شك ولا اختلاف فيه مما شك ولا اختلاف فيه. اذا تطور بالنسبه للنادي الافريقي. الوضعيه الحاليه النادي الافريقي متصدر وفارق 2 نقاط وهو عامل مهم. النادي الافريقي يلعب من اجل التعادل او الانتصار. هكا كابتن صحيح. الترجي يلعب من اجل انتصار فرضيه وحيده فقط الانتصار. الا وهو الانتصار. لكن الترجي عنده عامل الجمهور وهو عامل مهم وبالتالي النادي الافريقي عنده ميزه لي 2 بوان والترجي عنده ميزه الجمهور.
لانه يستقبل. ولو انه برشا مرات المدربين يقول لك سمير نقول لملاعبيتي راهو نحسبوا رواحنا نلعبوا من اجل الانتصار، التعادل ما ساعدناش، لكن بعد سور تيران تاثر على الاذهان وتشوفها تشوفها موجوده على التيران. بالطبيعه انا سامحني تفضل. ما تنساش الجلاسي ما يلعبش. اي انا جاي هنا. دونك حاليا في الفتره هذه الحاليه النادي الافريقي خلينا نتكلموا قد اكثر استقرار. صحيح، ده بنادي صحيح على مستوى التشكيله وعلى مستوى التشكيله، على مستوى الاطار الفني، على مستوى اللاعبين اكثر استقرار. الترجي التونسي تغير المدربين، عدم استقرار التشكيله، تذبذب نوعا ما الاداء رغم ان النتائج ما تراجعتش برشا، ولكن الترجي يبقى دائما فريق ينافس بطبيعه الحال. هذا اللي مش يعطي للدربي الشارم نتاعو. اخيرا اهم عنصر في الدربي هذا إضافة إلى الخطط التكتيكية واللاعبين وكذا اللي قالوا الكابتن بارك الله. التحكيم. بارك الله فيك. والتحكيم لابد أن يكون من طراز عالمي وعالي، وماذا بينا يكون حكم دولي وسيشارك في كأس العالم. الله يرحم والديك، حكم دولي وفار دولي. وفار دولي وسيشارك في كأس العالم. فوالا. باش نخليه نحي كل شيء، نحي كل ما يكون وكل ما هذا هو بالنسبه لي انا. ونتمنى ملاحظه اخيره، والاعلان عليه في اخر وقت زاد مثالش الاعلان عليه في يكون عليه زاد صارت لكن اخر مهم، يكون عالمي دولي، والفار عالمي في مستوى كبير ياسر. هذا الطلب نتاعي ونتمنى انه يتحقق. اخيرا الموسم الرياضي نتاعنا والحمد لله معناها ماشي سلامات الحمد لله، والحمد لله في كل الملاعب التونسيه، في كل الملاعب، حتى ماتش توا العمران والاسبيرونس وتكلموا عليها برشا وتكلموا تعدى في ظروف طيبه جدا وبروح رياضيه كبيره ياسر. نتمناو انه هالجولتين اللي مازالوا يكملوا في اطار من الروح الرياضيه، هذاك الشيء يقعد في الكوره، التيتر يمشي على روحه والعام الجاي نعملوا بطوله اخرى وهكذا دواليك، يقعد المستوى والتنافس والرياضه والاخلاق اهم من كل شيء. نبيل، باش نتقيدوا بالسؤال نتاعك دالي، هل سيكون الدربي حاسم ام لا؟ هذا السؤال اللي طرحته من الاول انت، هذه الاشكاليه نتاع الحوار معناه. الدربي سيكون حاسم، سيكون حاسم في 3 فرضيات، لانه في مباراه كره قدم اون بو با استيمي اكثر من 3 نتائج ممكنه، اللي هي يا اما التعادل او فوز الترجي او فوز الافريقي. اذا فاز النادي الافريقي سيكون على بعد 5 نقاط من الترجي، انتهى الأمر. لو فاز الترجي سيكون في وضعية أفضل من الإفريقي بنقطة وانتهى الموضوع. ولو تعادل الفريقان سيحافظ الإفريقي على فارق النقطتين، ومؤكد جدا أن المباراة الأخيرة للإفريقي ضد الأولمبي البيجي والترجي في بنقردان. فهنا الحسم الدربي سيحسم بنسبة تقريبا 90% إذا كان مش 100% في مصير البطولة، في مصير اللقب. الحقيقة الدربي جاء في وقت ممتاز جدا بالنسبة للفريقين. النادي الافريقي لأنه مستقر نتائجه منذ تقريبا 20 جولة لم يعرف الهزيمة، والنادي الافريقي قاعد يلقى الآن في الليروبير بتاعه في المباريات الأخيرة مع بعض الصعوبات الفنية والتكتيكية خاصة في أشواطه الأولى. النادي الافريقي إذا كان يحب يفوز بالمباراة لازم يعرفوا أنه الدربي يتلعب في شوطين مش في شوط واحد، وما كل مرة تسلم الجرة. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي جاه الدربي هذايا في وقت عمل فيه ردة فعل في مباراة اليوم واقطع مع النتائج السلبية اللي عرفها في ال5 جولات الأخيرة. وأعتقد وأنه الترجي اليوم كذلك بالفوز أمام شبيبة العمران أعطى الروح ووضعية المتحكم في مصيره، وطبعا يعرفوا أنه إذا يفوز فإنه بطبيعة الحال يفتك الصدارة من الإفريقي بفارق النقطة. فهذا على المستوى الفني المباراة في وقت ممتاز. بالنسبة للإفريقي تشكيلته تقريبا مع بعض الغيابات كيف بوقرة اللي خذا الإنذار الثالث في مباراة الملعب التونسي، في المقابل الترجي يغيب عليه جلاسي اللي خرج اليوم ورقة حمراء، مع ربما الفورمة قد تغيب على أساس ولا أبو عالية اللي غابوا اليوم ربما يرجعوا وسط الأسبوع ويكون مكتمل الصفوف. هذا على المستوى الفني. بالنسبة للفريقين الترجي عنده عامل يخدم لصالحه هو عامل الجمهور كما قال سمير.
لكن الحقيقة بالنسبة لي أنا سافري ندير في مباريات الديربي لا فارق النقاط لصالح الأفريقي ولا كذلك الحضور الجماهيري للترجي، لأنه المباراة هذه عندها حقيقة أخرى نعرف سرها وقت اللي سفر الحكم بداية اللقاء.